المنظار يا دكتور، المنظار حضرتك قلت ده من طرق التشخيص اللي هي بتبقى بسيطة جدا وبتبين لنا، بتبين للدكتور الصورة كاملة بالنسبة للأورام الموجودة. لكن في ناس بيبقى عندهم تخوف كبير جدا من المنظار، ان هو ممكن ينتقل منه عدوى، ممكن يسبب أي مشكلة. فعايزة بس حضرتك تطمن الناس بالنسبة للنقطة دي. المنظار في المستقيم والشرج في نوعين. في المنظار التشخيصي اللي اتكلمنا ان هو زي انبوبه او زي يعني قلم كده صغير بيدخل من الشرج، وده الهدف بيكون التشخيص ورؤيه المستقيم ورؤيه الشرج ورؤيه باقي القولون وتحديد مكان وحجم الورم واخد عينه. المنظار الثاني اللي هنتكلم عنه بعد شويه اللي هو المنظار الجراحي، اللي احنا دلوقتي تطورنا تطور كبير في اورام المستقيم والشرج وبنعملها بالمنظار. عايز اقول لحضرتك سواء المنظار التشخيصي او أو المنظار التاني الجراحي طرق التعقيم دلوقتي بنسبه 100%، ومفيش اي في العصر الحديث اي مرجع طبي بيتكلم عن المنظار سواء تشخيصي او جراحي انه بينقل امراض من مريض الى اخر. الورم يا دكتور ممكن يبقى ورم